حسين، حسين الحقني، في صوت غريب قوي في الاوضه. اصل انا كنت فاتحه الشباك فحاسه ان في حاجه دخلت. تعالى بقى نشوف ايه الصوت ده. الشباك مقفول من الصبح وانا اللي قافله بنفسي، مفيش حاجه. لا، اصل انا سمعت واحده جارتنا بتقول انها لقت فار في بيتها وطردته. انا بقى حاسه انه ساب بيتها وجه بيتنا. ده احنا بنستهبل بقى. طب وافرض يا سيدي بستهبل، ما تعديها وخلاص. ما هو المشكله انك بتصعبي عليا، حتى لو انت بتستهبلي برضه ما تهونيش عليا. طب عشان خاطري حقك عليا، انا مش عارفه انام وانت زعلان مني. خلاص بقى عديها يا سونسون. ايوه يا كارمن، بس يعني من غير بس، من يوم ما اتجوزنا واحنا عارفين ان مش كل الناس هتفهم علاقتنا، وانت كل مره بتزعل اكنك بتتفاجئ من ردة فعلهم. ايوه يا كارمن، يعني انت عايزاني اتعود على السخافات دي؟ لا يا حبيبي، بس طنشها، ما تعملهاش اهميه لانها اصلا مش مهمه. كل المهم في الموضوع ده علاقتنا. حاضر حاضر يا كارمن، ماشي، بس توعديني إذا الموقف ده اتكرر تاني تسمعي كلامي وننسحب فورا قبل ما نخسر بعض ونزعل. ها، أنا خلاص يا كرمي، أعصابي ما بقتش مستحملة خالص. حاضر. نسمع مزيكا بقى؟ نسمع مزيكا بقى؟ يلا. طب والفار؟ لا بقى خلاص، خليه يتفسح في الأوضة. يا روح قلبي. من أول اختيارنا للشريك نفسه، وكل فعل بنعمله بعد الجواز يا بيأكد إن اختيارنا ده كان صح أو بيثبت إنه كان غلط، وإننا لازم نحاول نصلح من نفسنا أو نصلح من شريكنا. بس مش معنى إننا نشتغل طول الوقت على نفسنا إننا نبقى ناس تانيين مش شبهنا وفاكرين إن دي الطريقة اللي بنحافظ بيها على شريك حياتنا.